بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maso marsha dogil vezgalosh dala dikans biyakhan boy. أهلا وسهلا بكم جميعا، وجزى الله خيرا رئيسنا رمضان على إحضاره ضيوفنا المباركين، حتى لا يجوز أن يقال عنهم ضيوف فهم قد رجعوا لوطنهم. سأقول إخواننا لإحضاره إخواننا المحترمين وجعلهم يرون وطنهم، وللاحترام الذي قام به لهم مريا إيانا إياهم ومريا إياهم إيانا. فلقد زاروا جميع القرى وسعد جميع الشيشان هنا بقدومهم، فقد كنا نسمع عنهم وعن أنهم شيشان هاجروا للأردن، ومن يعرفهم كان يعرفهم، ومن لا يعرفهم لم يكن يعرفهم، وبعضهم كان يأتي للشيشان مع عدم قدرة الأكثر على القدوم. ومع معرفتنا عن وجود إخواننا الشيشان هناك وسماعنا عنهم أحببناهم، خاصة أنهم حافظوا على شرفهم هناك في كل مكان وصلوه، فقد حافظوا على دينهم ولغتهم وقيمهم الأخلاقية وعاداتهم وكرامتهم، سواء كان أجدادهم أو هم، فهم محقون بكونهم هكذا. غفر الله للذين توفوا وجزاهم خيرا. يجب علينا أن نجمل وطننا بهذه الوجوه الجميلة من خلال الزيارات المتبادلة كاليوم، ومن خلال الرجوع للوطن لمن يريد ذلك، لأننا نحبهم ولأنهم يحبوننا. ولأن ما يسمعون من خلال وسائل الإعلام من معلومات وأقاويل متضاربة مختلطة، خاصة في البلاد العربية، تصل المعلومات عن الوضع في الشيشان بشكل مشوه وكاذب بعيد عن الصحة، وأقاويل سيئة منشورة من قبل أعدائنا، لكي لا نتحد ولكي لا نعيش ولكي لا نحظى بالسلام الذي لدينا، غير راضين عنا إلا إن تقلبنا في الدماء، غير شبعين إلا إن قضي علينا ومتنا، ناشرين أقاويل من هذا النوع، ولا بد أن هؤلاء أيضا سمعوا تلك الأقاويل، والآن قد رجعوا إلى الشيشان وطنهم ورأوا بأعينهم. فالعرب يقولون ليس بعد العين أين، أي أن السؤال بأين حين الرؤية بالعين يزول، فما رؤي بالعين وما سمع يختلف، فإن سألتم هؤلاء سيجيبونكم بأنفسهم الآن. ولكن ليسمع هؤلاء الشباب وليعرف من لا يعرف، سنتحدث عما حصل هنا في الشيشان. إذا رتبنا الأحداث منذ هجرتهم من الوطن إلى الآن، راجعين إلى التاريخ، ماذا نجد؟ نجد أن بعد هجرتهم ورحيلهم بقليل حلت الحكومة الشيوعية، الحكومة اللادينية، أبعدهم الله عنا، التي حكمت بقسوة شديدة. حيث أنهم طحنوا علماءنا في مطحنة كانت مقامة على نهر سولج الذي يمر من وسط مدينة غروزني ها هنا، رامين أشلاءهم في النهر،
ومزقوا وأحرقوا كتب علمائنا الكبار وجهودهم، ومضت فترة وهم يدمرون كل شيء. وبعدما بدأت الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب التي كانت ضد الألمان، ومع بدء تلك الحرب وذهاب الكثير من شعبنا للحرب، قاموا بنفي كامل شعبنا دون ترك شخص واحد عام 1944 إلى سيبيريا. وفي الطريق إلى سيبيريا ولطول مدة الوصول مات الكثير من الناس من الجوع والأمراض في مقطورات نقل المواشي التي كدسوا وحشروا فيها، وماتوا حين الوصول من الجوع، وعانوا الكثير، وانخفض تعداد شعبنا السكاني كثيرا. وهناك بعد الوصول عانوا كثيرا، وقبل أن نتعافى من ذلك وبعد إمضاء 13 سنة في سيبيريا أعطينا حق الرجوع ورجعنا. وحين رجعنا وجدنا الداغستانيين يعيشون في منازلنا وبعض الروس والقوزاق، ظانين أننا لن نرجع أبدا، حيث أنهم وطنوهم فيها. وبعدما أعطونا حقنا الذي كان يجب أن نعطاه في إنشاء جمهورية شيشان أنغوش، وبعدما بدأنا بالمعيشة، أتكلم عن هذه الأمور بالترتيب لتتوضح الصورة في أذهان هؤلاء الشباب. وبعد أن بدأنا بالمعيشة وبدأت الحياة تدب فينا واقتراب تعدادنا للوصول إلى 1,000,000 نسمة، سقط النظام الشيوعي وقدم جوهر دودايف. ولكوننا بقينا تحت الحكم الشيوعي متلهفين للدين الإسلامي، ولكونهم أغلقوا مساجدنا ومدارسنا الدينية دون تركنا نمارس الدين، وبسبب الجور الذي عشناه والاضطهاد الذي عاشه الناس، ولتحملهم الكثير وكونهم بقوا تحت ذلك الوبال، وانهيار الحكومة السوفيتية وإعلان إنشاء بلد إسلامي وقدوم جوهر دودايف واتفاق كل شخص هنا في الشيشان على ذلك، متأملين بهذا المشروع الكبير متلهفين له، بدأنا به. وبعد مضي 3 سنين اشتعلت الحرب ودخل الروس. وسبب اشتعال الحرب هو نشر الفتن بيننا، فدخل الروس. سبب تحدثي عن هذا هو لكي تنتبهوا وتفيقوا، لأن أعداء شعبنا وبلا شك وبسبب حلول السلام عندنا ووجود الدين والحرية الدينية وحرية الحياة ومحبتنا بعضنا واحتياجنا لبعضنا، رؤية ذلك، ويريدون أن يقضى علينا ويخرب بلدنا. لذلك هناك أعداء خارج حدودنا لا يتحملون ذلك ويريدون أن نتقلب في الدماء. وقد يكون بين أولئك المنافقين والكفرة والأنجاس منضمون ممن يتحدثون بلغتنا، ولن أقول عنهم شيشان، فالشيشاني ذو الدماء الشيشانية النقية سيكون فرحا ومرتاحا ومفتخرا بحلول الأمن والسلام في هذا البلد، وسيكون حامدا لله ولن يكون ناشرا للفتن. إني أذكر هذا الكلام لأنه سيؤدي ويتصل بما يتحدثون عنه. وهكذا وبوحدة شعبنا خرجنا وحاربنا، ثم قام الروس بتوقيع الصلح معنا ورحلوا خارجين، ثم بقينا مع أنفسنا. مضت 2 سنين في الحرب وكانت كبيرة، ومات الكثير واختفى الكثير وتدمرت الكثير من مباني الناس. ونحن لا نفاخر بتلك الحرب لأن الكثير من الناس بكوا والكثير من الأمهات بكين، وحدث مثل ذلك الكثير، لكن وبسبب وحدة كلمة الشعب وقعوا معنا الصلح وبقينا مع أنفسنا. ماذا حدث بعد ذلك؟
في تلك الفترة، فترة رئاسة أصلان مسخادوف ووجود أولئك الذين يعرفون بكونهم أمراء حرب أشداء ومجاهدين أقوياء كشمل بسايف وأمثاله من الناس، تقتيل الناس الآمنين الذين لم يفعلوا شيئا واقتحام بيوتهم خاطفين الناس، خطف الناس من أرذل وأدنى الأفعال، خطف الناس وطلب الفدية. ولدينا ليشهدوا على ذلك الكثير من الشيشان المتدينين ممن نعرفهم ليشهدوا على ذلك، وبسبب كونهم يملكون بعض المال كانوا في تلك الفترة يخطفون ابنهم وبنتهم وأباهم وأخاهم ويطالبون بالمال ويقتلونهم إن لم يعطوهم الأموال التي يريدونها، فمرة يقطعون أذنهم ومرة إصبعهم، فحل وضع بشع من هذا القبيل. نسأل: هل بنوا مسجدا؟ لم يبنوا مسجدا واحدا. هل بنوا مدرسة دينية؟ لم يبنوا. ولم يفتتحوا طريقا؟ هل بنوا مدرسة؟ لم يبنوا مدرسة واحدة. هل بنوا جسرا واحدا؟ لم يبنوا. هل زاد تعداد السكان؟ لم يزد، وكل شيء متناقص. الناس يموتون، يختفون، يقتلون، يتقاتلون، يتمرغون في الدماء. وحاملو أفكار الخوارج يزدادون، لأن الخوارج دخلوا البلد. خطاب، أبو الوليد، أبو عمر، وفلان وعلان دخلوا وأسسوا مخيمات تدريب عسكرية لتجهيزهم. تفرقت وحدة الشعب وتقاتل مع بعضه، وحل بهتان وعدم إنصاف شديد، خراب، لا شيء ينجز، مزابل، طرقات مهدمة غير صالحة للقيادة، لا شيء إطلاقا، لا أمل في المعيشة، لا رواتب تقاعدية للكبار، لا نفقات للصغار، الحكومة لا تعطي قرشا واحدا، وإن ذهبت للعمل لتعيل عائلتك لا رواتب تدفع هناك. والناس في حيرة من أمرهم، لا يدرون ما يحدث، قلقون على المستقبل القادم. والله إن هذه الحقيقة، وهذا الشعب بأسره شاهد على هذا. بعد ذلك جماعة خطاب وجماعة بساييف يدخلون أراضي داغستان مع أتباعهم الشياطين، مع أن لدينا عقد صلح وقعناه مع الروس. حينها يقول الروس: لقد أخللتم بالاتفاق وعقد الصلح، ويدخلون الأراضي الشيشانية. يجب أن نتأسى بصلح الحديبية الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان على العقد من ضمن الشروط 10 شروط جائرة ومنتقصة من حق المسلمين. مع ذلك وقع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، عقد الصلح ولم يخل به. أما هؤلاء لم يتقيدوا به، مع أن العقد كان في صالحنا حين خرج الروس راحلين تاركين إيانا لنفعل ما نشاء، لننشئ ونبني جمهوريتنا ولنرفع معيشة الشعب ولننشر الدين والسلام. مع ذلك لم يحدث شيء من ذلك، وعم الخراب، وفوق كل ذلك أفسد الصلح. أما الذين ذهبوا إلى هناك قائلين: نحن ذاهبون لنفوز بجنات الجهاد، يرجعون بعد أسبوعين إلى الشيشان دون أن يموتوا. لا يريدون الجنة، يرجعون. الذين ذهبوا ليموتوا يرجعون. حينها يقول الروس: لقد أخللتم بالاتفاق وعقد الصلح، ويدخلون الأراضي الشيشانية. الآن أنا أحدثكم لتنتبهوا جميعا. ما الذي ينشره أعداء الشيشان وأعداء الدين الإسلامي؟ يقولون أن أحمد حج تقبل الله جهاده قد نادى بالجهاد في الحرب الأولى، أما في الحرب الثانية
انحاز للروس. منه نحلل: في الحرب الأولى الشعب كله متوحد، ولا يوجد خوارج في الشيشان، ولا يوجد معاهدة أفسدناها مع أحد. مصدر قوتنا هو وحدة شعبنا كاملا، وتوقعنا الإيجابي بقدرتنا على دحر العدو. وبناء عليه حاربنا وحتى أننا انتصرنا. فلعدم قدرتهم على انتزاع الانتصار منا عقدوا معنا الصلح وخرجوا. وأيضا مع ذلك ليس الذي نادى بخروج الشعب للجهاد حينها الحاج أحمد، فلم يكن وقتها المفتي بل نائب المفتي، ولا تقع مسؤولية المناداة بالجهاد عليه وقتها، فالذي نادى بالجهاد اسمه محمد حسين، وهو الآن نائب المفتي في المات، أي اللذان نادى به هو دودايف ومحمد حسين. ولوحدة كلمة الشعب اتفق الحاج أحمد وحتى غيره من العلماء على وجوب الخروج للجهاد، وهكذا خرجوا، وهذا ما حدث حينها. بعدها أرانا هؤلاء ما سيفعلونه لنا بين تلك الحربين، كونها حكومة لا علاقة لها بالدين، وكوننا خدعنا، وكونهم باعونا، وعدم بنائهم مسجدا واحدا ولا مدرسة دينية واحدة، وعدم تخريج عالم واحد، وعدم بناء مدرسة حفظ قرآن واحدة، وعدم تخريج حافظ واحد، ولا افتتاح شارع واحد، وتناقص أعداد السكان، وينكشف أنهم باعونا. وفوق كل هذا ينقضون الصلح ويدخلون هناك، وهكذا ما نظهره للعالم هو أننا ناقضو العهد. لذا حينها أخبر الحاج أحمد الرئيس الشيشاني أصلان مسخدوف: أعلم الحكومة الروسية أنهم لم يدخلوا داغستان بأمرك، وأنت على الحق، لذا دعنا نكمل ما بدأنا، وأعلم أنهم لم يدخلوا بأمرك، وهم أصلا لم يدخلوا داغستان بأمره ولا بإذنه، فهم ذهبوا بأنفسهم. ويبقى مسخدوف دون أن يعلم الروس بذلك، ويتفق مع الخوارج، ومن هناك تبدأ الحرب الثانية. بناء على ما أمامنا، وحسب معلوماتنا، وحسب توقعاتنا، بناء على الصورة التي أمامنا، وقياسا على أوضاع الحرب الأولى ونقضهم الصلح الآن، والحرب التي بدأت بالباطل، فما القاعدة التي بنيت عليها لتقول أن هذا جهاد وتخرج؟ ما الأساس؟ الشرع فيه قاعدة كما في كتاب أصل المطالب يوجد قاعدة لمن يريد أن يتأكد، تخبرنا: إن كان هناك مخافة من هلاك الشعب وانتفائه فيجب النزول عند شروط الكفرة، أي أنه يقصد أن نوافق على شروطهم، لكن نحن حتى ذلك لم نفعل ذلك. ماذا فعلنا؟ لقد سمعنا الرئيس رمضان البارحة في اللقاء معكم وهو يحدثكم عن ذلك. الحاج أحمد لم يعين نفسه عن الشعب ليوقع، بل أكد على أنه سيستشير شعبه عما يريدون، ثم قال لهم: سنجري المباحثات. وحين يستشير الشعب ذلك معناه أنه عرف إرادة الشعب. وما هي إرادته؟ أعطونا حرية الدين الإسلامي وحرية ممارسة تقاليدنا وعاداتنا وثقافتنا الشيشانية. فإن اعتديتم على ديننا أو كرامتنا فلن يحدث صلح بيننا. وهكذا أعطونا الحرية لذلك، وحصل الاتفاق وانضممنا. طريق الحاج أحمد مع الشعب دائما طريق محبته في سبيله وحمايته. لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى النجاشي؟ ألم يكن من النصارى؟ لماذا أرسلهم؟ لما لم يقل الحكم هناك نصراني لا تذهبوا ويمنعهم؟ أرسلهم هناك، وعاشوا هناك عدة سنين، وشكروا النجاشي وحاربوا في جيشه بجانبه. لما هاجروا إلى المدينة المنورة؟
لما عقدوا صلح الحديبية؟ ما هدف كل هذا؟ هدفه حفظ النفس المسلمة لكي لا تموت، وسببه إن لم يوجد 1 فلن يوجد 100، وإن لم يوجد 100 فلن يوجد 1000، وإن لم يوجد 1000 فلن يوجد 100,000، وإن لم يوجد 100,000 لن يوجد مليون، أي لن يوجد شعب. باختصار، هذا الشعب مكون من أفراد، لذا يجب حماية كل فرد. لذا إن مات ناسنا وشيشاننا كأنهم لم يكونوا، ألا ينتهي شعبنا؟ هل ذلك يرضي الله؟ لا. هل يرضى الله بزوال المسلمين من هذا العالم؟ لا يرضى. هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا انتظر. طريق الحاج أحمد قد حافظ على الشعب. الآن دعونا نرى التغيير الذي حدث منذ بداية سلوكنا طريق الحاج أحمد. قبل ذلك وجد في بلدنا أقل من 200 مسجد، وأكثرها مخربة ومهدمة. أما منذ بداية طريق الحاج أحمد إلى الزمن الحالي بني 1000 مسجد، أي أصبح يوجد 1200 تقريبا. لم يوجد أي مدرسة حفاظ، الآن يوجد 7 مدارس حفاظ. لم يوجد حافظ قرآن واحد، الآن يوجد 1100 حافظ. لا يوجد مكان لتعليم الحديث النبوي، الآن توجد مدرسة دار الحديث. لم تبنى مدرسة واحدة، الآن بنيت أكثر من 500 مدرسة. لم يوجد جسر واحد، الآن وضعت الجسور وطرق. لم يوجد الغاز في الجبال، الآن مد الغاز للجبال والكهرباء، ومد الماء والغاز والكهرباء التي لم يتخيل حتى أنها ستمد إلى القرى البعيدة للفقراء. ماذا نريد أكثر إن مد الماء والغاز والكهرباء وبنيت المساجد والمدارس الدينية والمدارس؟ قبل أن نسلك طريق الحاج أحمد لم نكن مليونا حتى. اليوم نحن 1.5 مليون، أقصد الذين في الشيشان. ازددنا 600,000 شخص. أذلك سيء أم جيد؟ هو جيد. إذن ما هي التضحية التي بذلت لنجاح هذا العمل؟ هي قيام الحاج أحمد تقبله الله ببذل روحه، فقد كان يستطيع كأي رجل أن يهاجر إلى أحد الأماكن مع عائلته وينتظر نهاية الحرب ثم يرجع دون أن يعرف أحد بوجوده، فرحا بأولاده، سعيدا معهم، يتمتع بالحرية، قادرا على فتح وإغلاق الباب دون خوف، فكأي شخص كان يريد أن يعيش. فمنذ أن استطاع المشي على قدميه ذهب لبخارى وتعلم العلم وتعب عليه، وأفاد الناس منذ لحظة رجوعه، ملما باللغة العربية والشيشانية والروسية، عارفا بلغة المسلمين الحكيمة، فقد كان هكذا رجلا ذا عزيمة. مع ذلك كله لم يدخر أهله وروحه وجسده وماله ولا حتى أي شيء. نحن لا نتحدث عن ذلك ابتغاء مرضاة أحد، نحن نتحدث عن الواقع. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا قال ذلك؟ لأنك إن لم ترى السبب فكيف سترى مسبب الأسباب؟ فكيف ستشكر الله؟ نحن لا نتحدث عن ذلك ابتغاء مرضاة أحد، نحن نتحدث عن الواقع. قول الحقيقة يحتاج إلى إقدام. نحن لا نتحدث لنيل منصب أو مال ولا لرضا أحد، فنحن نتحدث عن الواقع كما هو. لأن الذي تحدثت عنه والحال التي رأيته عليها قد رأيته وسمعته سواء قبل الحرب الأولى أو بين الحربين وما بعدها، كل ذلك رأته أعيننا، لذلك نتكلم عن ذلك. لم يكن هناك حرية دينية كاليوم قط، والثمن دفع غاليا، بدءا بالحاج أحمد، وقد توفي الكثير من الناس وقتل العلماء والمساكين والمرشدون. فمثلا الشيخ عبد الواحد من قرية إلستنج والذي درسني أخرج من داره، أنا عشت معه أتعلم في بيته، وكان رجلا صالحا ذا دين ورجلا حقا. وبناء على فتوى أصدرتها جماعة أبو الوليدة وبتنفيذ من جماعة بساييف دخلوا بيته وأخرجوه،
فهم في إلستنج. إلستنج قرية. من يريد يستطيع الذهاب ليسأل. قاموا بإخراجه وإطلاق السلاح عليه أمام عائلته، وأحرقوا البيت حتى حظيرة الأبقار بما فيها، رامين مصاحفه في الخارج. أي دين هذا؟ أي جهاد؟ كيف ذلك؟ من أمر به؟ إذن فالثمن دفع غاليا، وهذا سبب الأمن والسلام الذي ترونه اليوم في الشيشان، فنحمد الله على ذلك. لذا ها نحن نربي الأجيال، فعلماء صغار يكبرون، وحفاظ أيضا، وخبراء. والكثير من الناس يأتون من الخارج، والكثير مندهشون ومعجبون، وأناس يأتون للزيارة والمشاركة بالمؤتمرات. مثلا زارنا علماء من حول العالم وقالوا وقرروا في المؤتمر أن طريق الحاج أحمد طريق صحيح وطريق جهاد، وقبلوه. وقام أيضا الرئيس بفتح بث مباشر وأجلسهم وسألهم، وقال لهم أن الوضع كان هكذا في السابق، وأننا سلكنا هذا الطريق وقمنا بهذا الإعمار، والآن قولوا ما رأيكم واسألوني ما تريدون. فجاوبه الحضور: ما سلكتم هو طريق الجهاد وطريق الله، فقد أنقذتم شعبكم من التهلكة، شكرا لكم وشكرا للحاج أحمد. قائلين ذلك رحلوا. ولليوم يحاولون إثارتنا. لماذا يثيرون الشيشان؟ يثيرونهم لأنهم ذو إقدام وشجاعة ورجولة، يريدون أن ننخرط بجماعات متفرقة ونسيل دماء فداء بدلا عنهم. مثلا كثير من الشيشان رحلوا إلى داعش. لماذا احتاجت داعش إليهم؟ لماذا احتاجوا إلى الشيشان؟ احتاجوهم ليحاربوا. ليس هناك هدف آخر. فقبل أن يضيعوه هو ابننا وهو معنا، أما بعدما ضيعوه هو يقول إنك كافر ومرتد ويخرج لقتلك. إذن هو ليس منا الآن، هو عدونا. إذن أليس الأفضل أن نحافظ على من يخصنا عندنا، وأن لا نجعله يتيه وينخرط بينهم، وأن لا نجعله يقتلنا أو نقتله؟ أليس ذلك الأفضل؟ لذا مع أني أطلت كان يجب أن أتكلم عن ذلك. الحمد لله، لقد رأيتم الوضع الراهن هنا، ومثلكم كل من سيأتي سيرى ذلك. وحقا يوجد هنا الدين الإسلامي، ويوجد رئيس مسلم، ورجل شجاع وخلوق وذو حياء وضمير. الحمد لله على وجوده. وقد كنت معه في بيته وفي الخارج، وأؤكد على أنه ذو تواضع وليس متكبرا، ويحترم الآخرين، وهو مثل للناس في الأخلاق. يحاول أن لا ينسى أحدا، ويحاول أن يصل لكل مكان للإصلاح، ويحاول أن يساعد في كل مكان. الحمد لله، حماه الله، والحمد لله على كونه هكذا. أنتم الذين هاجرتم، ونحن الذين بقينا جميعنا قاسينا الصعاب. وقلت ذلك لإخواننا الذين زاروني اليوم: لقد قاسينا الصعاب. وإن نظرنا لتلك المصاعب فسنعرف أننا لم نحظى أبدا كفترة حرة آمنة كهذه، سواء لنزداد ونربي أجيالا على الدين والأخلاق، ولنورث أحفادنا ذلك. سأتكلم عن شيء وأتوقف. يقال أن رجلا صالحا بعمر 100 سنة وأكثر كان يقوم بزراعة النخل. وأنتم الأدرى، النخلة تحتاج لوقت طويل لتكبر. حينها جاء إليه رجل وقال له: أنت رجل كبير العمر، وها أنت تزرع النخل، أتريد أن تعيش لتأكل التمر من هذا النخل؟ فقال الرجل المسن: لا طبعا، أنا أكلت التمر الذي زرعه من قبلي،
وأنا أزرع ليأكل من بعدي. إذن هذا الطريق نمهده لمن بعدنا رحمنا الله.